السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكن يا صبايا؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله تكونوا تمام. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد. خلونا بالبداية نكسب الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وخلونا نذكر الله نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. طمنوني عنكم، إن شاء الله تكونوا بخير. صراحة ما بعرف ليش هيك صوتي عم حسه عم بروح يعني، فوالله ما بعرف شو السبب. صار لي هيك كم يوم عم فيق يعني الصبح صوتي هيك عم فيق يعني ما في صوت، فما بعرف شو السبب صراحة. يعني مالي مقربة ولا مرضانة الحمد لله. كتبولي إذا حدا بيعرف ليش. أي والله. هلأ هون بلشنا الفيديو بفنجان القهوة طبعا المعتاد يعني. أي والله. والله انتو كتبولي في ناس كتير انه فيقوا ما بيشربوا قهوة، وفي ناس كتير فيقوا بيشربوا قهوة. فاللي ما بيشربوا قهوة كتبولي شو بتشربوا بالعادة او شو بتبدوا نهاركم يعني، فكتبولي واحد ياخد افكار يعني انه هيك يغير شكل يعني يشرب شي، عرفتوا؟ فبحب انا اغير، ما بحب الشي كيف بدي لكم دائما هو عرفتوا؟ يعني مثلا القهوة مو بتنشرب بشكل يومي، فاحيانا بمل منها انا. بس مع هيك اذا ما شربتها بحس راسي صار يوجعني، بدي اشرب شي انه صح. فيا بعمل ايس كوفي يا بعمل نسكافيه، مهم شي فيه كافيين يعني. صراحة ما عندي طرق تانية يعني. فكتبولي اللي عنده شي هيك يعني كيف بدي لكم فيه كافيين الصبح وبنفس الوقت تغيير شكل عن القهوة يعني. فاللي عنده وصفات جديدة يكتب لي. اي والله. هلا هون قال لي محمود امشي نطلع ناكل برا. بصراحة هو كان فطور مع غدا. اي والله يعني ما فطرنا في البيت، فهون كانت الساعة 3 يعني. قال لي خلص امشي منهم يعني فطور وغدا مع بعض. قلت له تمام. فوالله حملنا حالنا ورحنا. هون قلت له لاخوي روح، صراحة ما انه قال لا خلص روحوا انتوا انا ما جا بالي. اي والله. فرحنا وكمان قلنا هيك نغير شكل لغير السوقة، بتعرفوا يعني ما في مكان واحد يروح عليه وهيك، فقلنا يعني منروح. اي والله. هون قال لي محمود رح اخذكم على هذا المطعم هيك مثل بقدم كيف بدي لكم مو شاورما بس مثل الشاورما، يعني مثلا مثل سيخ لحمة بس بالعرض هيك وتحته فحم. ايه وهيك اللحمة يعني بتكون رقيقة كتير رقيقة. هلا رح تشوفوها بالفيديو، كتير طيبة صراحة. انا بالعاده ما باكل لحمه يعني، بس بهي الطريقه كتير طيبه. وهلا هون هذا الطريق اللي عدينا منه هذا على طرف اليمين هي كانت مدرسه اللهم صل على النبي. هي مدرسه ابتدائي يعني. شايفين السور اللي إلها قد ايه واطي؟ كتير واطي السور اللي إلها. قلت له محمود طلع يعني نحن عنا بسوريا السور كتير بيجي عالي، كتير عالي. اللي ما بيعرف شو يعني السور يعني هذا الحيط هيك اللي على مدار المدرسه. قلت له احنا عنا كتير عالي وكذا، مثل كأني بسجن يعني، حرفيا سجن ممنوع يعني. لا هون عندهم واطي وبتشوفوا اللي برا واللي برا بشوفوكن. باب المدرسة برا مفتوح يعني، بس خلص يعني ما حدا بيطلع ما حدا بفوت خلص يعني. بس انه اشو يعني في حرية مثل ما بقولوا. الولد ما بحس حاله مخنوق يعني حرفيا. انا صراحة بسوريا وقت كنت روح حس حالي يعني خلص رايحة هالوقت المعين هاد لبين ما ارجع يعني ممنوع اعمل شي، ممنوع نشوف اللي برا، ممنوع اللي برا يشوفونا. فعن جد تحسوا حالكم بسجن يعني. كتبولي انتو شو رأيكم بهالموضوع. ايه والله. وهلا هون بعد ما جينا اللهم صل على النبي، طبعا هذا الاكل وصل شايفين. طبعا بالمنيو في انه هيك رز مع لحمه وفي لحمه لحالها. فانا طلبت الرز اللي مع اللحمه، بتعرفوا انا مع كل شي بحب الرز. ايوه وصراحه الرز التركي يعني ما بقلكن كتير كتير طيب. لسه في رز بيجي مع شعيريه، يا الله قد ايه طيب، لك فيه طعمه خاصه يعني ما بعرف شو بحطوا له، ماجي ما بعرف شو بحطوا له، بس كتير طيب. اي والله. وهن ما بياكلوا غير رز قصير، ابدا ابدا ما بيستعملوا الطويل يعني. اي والله. وهون كمان هدول السلطات طبعا مثل هيك بيواز، بس طبعا يعني قال يعني بيواز كله بصل. هون التراك كتير بحبوا البصل، كتير كتير مع كل شي بحطوا بصل يعني حرفيا. ايه وسلطة وهيك يعني وصحن بطاطا. اي والله الحمد لله اكلنا، والله يديم علينا نعمة يا رب. كتبولي انتو بالعطل او مثلا بأيام العادية وين بتروحوا، شو بتعملوا يعني، شو هيك بتغيروا عن روتينكم اليومي، شو بتعملوا يعني بالعادة. فكتبولي هيك نتسلى يعني. اي والله. هلا هون بعد ما رجعنا قلت بدي اعمل شاي نشرب. بتعرفوا انتو بعد هالاكلة بدها شاي. صراحة بالمطعم بيعملوا شاي بس انا ما بحب شايون، ما بعرف ما بحبه يعني. قلت له محمود خلص بنشرب بالبيت شاي، ما بحبه انا. قال ايه. فرجعنا على البيت عملت شاي مثل ما لكم شايفين. وكمان هون باخر الفيديو وصلتني طلبية من موقع تركي. طبعا هي الطلبية صار لي فترة موصي عليها ووصلتني يعني.
فهلأ صح لي ضيفها للفيديو. هي طبعا أغراض كلها صيفية، بس هلأ هذا الموقع صار كله أغراض شتوية، يعني خلص ما ضل صيفي. بس قلت لكم أنا صار لي فترة موصي عليها، واكتبوا لي رأيكم بالتعليقات شو أكتر قطعة حبيتوها. اي والله. وكمان بدي لكم شغلة قبل ما انسى، لاني كتير عم انسى، انه في هيك دعاء ماما بتقوله، قالت لي لكم يا للصبايا كرمال تستفيدوا يعني. كريم يا رسول الله والله أكرم، وهل فقير بين الكريمين يحرم. يعني كيف بدي لكم انه بين الرسول وبين الله، يعني الإنسان خلص بين هالكريمين أكيد ما رح يرتفض له طلب، عرفتوا؟ بين هالكريمين وقت بدعيهم يعني رب العالمين رح يستجاب بإذن الله. فكرروا هذا الدعاء كذا مرة بنهاركم وعلى شكل يومي، إن شاء الله رب العالمين بيستجاب لكم كل شي بدكم إياه، وبغير عليكم هالحال بأحسن حال بإذن الله. كتير في أدعية ماما بتعرفون، وكتير في هيك شغلات كويسة، يعني إن شاء الله في الفيديوهات الجاي رح لكم إياهن. يعني قالت لي أمي هيك فيدي الصبايا اللي مثلك بعمرك، في ناس ما بيعرفوا يعني، فقالت لي فيديهم منه، يعني حسنات إلنا ومنه حسنات إلهم يعني. أي والله. فهلأ كملوا الفيديو للأخير. بصيت هدول الأغراض من البرنامج التركي اسمه موضة مزبير. جبت للبنات وجبت لي كمان، سو هلا رح اورجيكم اياهم كلهم. هي لغيسوها، هي بيجامة مرسوم عليها لابوبو. بتعرفوا انتو هلا اللابوبو صاير كتير ترند، وبيجي معه كمان هذا البنطلون، شايفين كتير حلوة. كمان نفسها للجهان، هي هيك نفسها للجهان. عنا هي البيجامة كمان لغيساء، شايفين ما أحلاها، كتير حلوة. بيجي معه هذا البنطلون هيك لونه كحلي. كمان نفسها جهونة. جبت لهم هدول فساتين للبيت، بصيروا يمكن للشارع ما بعرف، بشوف يعني، بس انا الاغلب جبتهم للبيت يعني، بس بشوف اذا حلوين بلبسهم اياهم على الشارع. شايفين لونهم زهر، بيجي هيك من هون وله كمر، ومن تحت هيك مكشكش، كتير كتير حلو مرتب. كمان لغيساء وجيهان. هلا اغراضهم اعطيهم اياهم لاني كتير متحمسين ياخذوهم، وبعدين هلا رح افتح اغراضي. طبعا هذا الكيس اللي وصل فيه الاغراض. هلا هدول اغراضي انا. في عنا هي الكنزة لونها موف غامق، كتير كتير حلوة، ويقتي هيك مربعة، شايفين قديه حلوة، وقماشتن هي القماشة الناعمة يعني. كمان جبت هذا البنطلون، شايفين ما أحلاه، لونه كحلي، كتير كتير حلو، له من هون هيك دروب بيض. كمان بيجي عريض يعني، بنطلون بيجامة هو. كمان عنا هي الكنزة تقريبا نفس مبدأ البنفسجية، بس هي نص كم هديك كم. كتير كتير قماشتن حلوة كتير، يعني على سعرهم يعني قماشتن رائعة، كتير سعرهم رخيص، وبنفس الوقت القماشة كتير حلوة. هاي لونها خمري. هلا هون عنا هاد فستان، هو فستان قطن يعني،
هيك بيجي من هون، شايفين؟ كتير كتير حلو، بيجي هيك طويل، كتير طويل. هلا انا كتير عم حب البس فساتين بالبيت مثل ما ذكرنا، يعني كتير بيجوا هيك باردين وحلوين. هاد لونه اصفر كتير حلو، وما عندي انا يعني هيك لون اصفر. وكمان جبت واحد تاني باللون الكحلي. شايفين؟ هذا نفسه بس باللون الكحلي. كتير كتير حلوين وطوال، يعني كتير حلوين. كمان عندي هذا الفيزون، شايفين ما احلاه؟ لونه جدا حلو. ما بعرف شو اسمه هذا اللون، كتبولي بالتعليقات. وله من هون هيك درب اسود، مدري دربين دربين سود. كمان كتير حلو، فيه ليجرا. وكمان بنطلون جينز، شايفين؟ كمان فيه ليجرا. اهم شي تاخدوا بنطلون جينز فيه ليجرا كرمال يعني ترتاحوا وقت تلبسوه. هلا هذا بيجي من هون عريض، ومن هون شوي فيه هيك ضيق، ومن هون عريض. شايفين؟ ما بعرف كيف بدي اشرح لكم موديله، بس يعني من تحت اعرض من انه من فوق. وبيجي لونه كتير فاتح. هذا لونه بالتركي اللهم صل على النبي مافي ثلجي، يعني هيك الازرق الثلجي. كمان كتبولي رايكم اذا حلو. وهدول كل الاغراض كتبولي اذا عجبوكم، وكمان كتبولي اذا عجبوكم كمان تياب البنات.